السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا مجموعه مهارات هنقدر ان احنا نشوفها مع بعض، نقدر ان احنا نتعلمها خطوه خطوه بطريقه شرح جديده، وهيكون النهارده ان شاء الله فيديو رائع جدا 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 لكل واحد هيكون بيتفرج عليه. هي حاجات كده بسيطه جدا هنعملها للاعبين خط الوسط ولاعبين الاطراف والمهاجمين، حاجات بسيطه جدا 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 لازم تركز فيها ولازم تكون عارفها وتكون حافظها عشان تقدر ان انت تطبقها وتقدر ان انت تكون تعرف تعملها كويس جدا. واهم حاجه تستخدم الذكاء بتاعك وانت بتعمل الحاجات دي. اول حاجه هنعملها للاعب الطرف وهي حاجه بسيطه جدا. تعال نعمل تجربه كده يا محمد. تعال مثلا اقف قدامي هنا. اول حاجه اللي هو انت مثلا بيكون داخل عليك وانت على الطرف ومزنوق، فانت ممكن تعمل اللفه دي كده وتوقف كده. تمام، هو هيكون ضاغط عليك، واول ما يضغط عليك اضغط مثلا كده، اول ما يضغط عليك تقوم معديها منه بالطريقه دي وهتكون معاك سهله جدا جدا. دي طريقه تانية ممكن برضو يكون داخل عليك تعمل مثلا ان انت هتروح كده وتاخدها الناحيه التانية. تمام، طريقه ثالثه تقدر ان انت برضو هو وانت على الطرف ان انت مثلا تعمل تمويهات كتير وتعدي مثلا كده. فاهمين؟ حاجات بسيطه جدا كده تقدر تعملها وتكون سهله جدا جدا معاك. يعني هي مش حاجه واحده، هي كذا طريقه، في اكتر من مجموعه طرق. الكلام ده انا بقوله لو انت واقف على الخط، يعني وانت واقف على الخط، مش وانت منضم للجون. الكلام ده وانت على الخط. حاجات بسيطه جدا، فنتات، تتعود على الفنتات كتير، ان انت تعمل فنتات، تعود على اليمين والشمال، ان انت بتشتت الخصم يمين وشمال تقدر انك تعدي من هنا. تتعود برضو على على السيزرات. الحاجات دي برضو مفيده جدا للاعبين، الحاجات دي بتقوي لاعبين الاطراف، الحاجات دي هتفيدك كويس جدا جدا. ندخل على تاني حاجه وهي خط الوسط. لاعب خط الوسط بيمتاز ان هو لازم يكون يرفع، تكون شايف الملعب كويس. مجموعه مهاراته بسيطه، مجموعه مهاراته مش كتير، ماشي. ممكن اللي هي السحبتين دي اللي هو لما يعدي منك يتعلم برضو السيزر. حركه السيزر برضو من الحركه الكويسه جدا. يعني عايزين نركز كده على الحاجات دي. ولاعب خط الوسط ممكن برضو يتعود على مجموعه من الشوط، يعني مثلا الاستلامات. يعني مثلا بصي كده يا محمد، ماشي، مثلا نتخيل ان ده الوسط، فاهم؟ هو لازم يكون شايف الملعب كله، يعني يستلم ويكون شايف الملعب، يقدر ان هو يلعبها من الطرف ده، يلعبها اوفر للمهاجم ثرو باص، يلعبها ثرو لوب، يعملها باي طريقه اللي هو يقدر ان هو يصنع الهجمه. تاني حاجه لازم يمتاز مثلا بالشوط. يعني لما مثلا الكره تجيله وهو قدام الجون والزوايا كلها مثلا مفتوحه له، يعني الزوايا كلها اللي قدام الجون مفتوحه، فيقدر ان هو يكون عنده قوه التسديد عشان يقدر يجيب اجوان. فلازم يمتاز بالحاجات دي، قوه الشوطه مع شوفة الملعب مع رؤيه الملعب، غير عكس لاعب الطرف. لاعب الطرف لازم برضه يكون رؤي الملعب، بس لاعب الطرف لازم يكون سريع ويكون يتعود على مهارات كتير ويكون سريع جدا. تمام، يكون بيعرف يحرز اجوان. لكن لاعب نص الملعب بيكون كله مهامه ان هو يصنع الهجمات، وان هو لما يلاقي اضيق فرصه ممكن يجيب جون. ولازم برضه يمتاز بالسرعه والقوه، يعني برضه دي حاجات هتفيده، بس يكون ذكي، دماغه تكون شغاله، لان هو اللي بيصنع اللعب. تمام، هو اللي بيبني الهجمه بمعنى اصح. ندخل بقى على المهاجم. حاجه برضو كويسه جدا لازم أن يكون عارفها المهاجم، اللي هو يحرس الجون. والمهاجم كل اللي عليه ان هو يجيب الجون، مش عايزين غير كده. يعني يتعود على مجموعه مهارات. يعني مثلا المهاجم كل دايرته بتبقى او كل مركزه بيبقى عند ال 18، جوه ال 18. يتعود على الشوط كويس جدا، ويتعود على مجموعه مهارات. مثلا يتعود على اللي هو الداخلي والخارجي، يتعود على الاستيكو، يتعود على مجموعه حاجات، يتعود على حاجات سريعه وحاجات فعاله. ما يتعودش على مجموعه المهارات الثانيه، حاجات سريعه وفعاله عشان يقدر يلخص على طول. ويتعود على الشوط على الطاير، يتعود على الاستلامات على الصدر والتسديد، يتعود على مجموعه حاجات كتير جدا عشان يستفاد منها قوي قوي في بناء في احراز الهدف. عشان هو المهاجم المطلوب منه ان هو يجيب الاجوان، يعني المهاجم هو اللي بيجيب الجون. تمام، دي مهامه، مش مهامه غير كده، مش مهامه ان هو يرجع يقطع. ممكن برضو يساعد في الدفاعي، بس يساعد في الدفاع دي في حتت معينه لما يكون كسبان ويكون عليه ضغط كبير جدا. لكن هو مطلوب منه عند 18 ان هو يجيب اجوان. لازم يكون عنده كرات رأسيه عاليه جدا، لازم يكون عنده شوط بدقه وقوه عاليه جدا، ويكون عنده برضو الذكاء اللي هو يقدر من الحتت او من الفرص الضيقه
والفرص الصعبه ان هو يقدر يجيب اجوان. فدي بقى محتاجه مجموعه من التمارين، اللي هو انت بتحاول تضيق الملعب عليك وتحاول تتمرن، مثلا تاخد لنفسك مثلا زاويه، يعني مثلا العب كده مثلا اهو، خدتها هنا كده شايطها مره واحده. فهي ايه، مجموعه حاجات كده لازم تتعود عليها عشان يعني في سرعه الشوط والسرعه. نجيب الكرة بس تاني. فهي سرعه الشوط والسرعه مع انهاء الهجمه، ده اللي بيبني المهاجم الصح.